سلام حبايبي القديسين والقديسات، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ليه وازاي. زي ما احنا عارفين ان البرنامج بيتكلم عن أسئلة انتوا بتبعتوها، فبنحاول ان احنا نجاوب على قد ما نقدر. نعمة ربنا نجاوب على الأسئلة وتفرحوا بيها يعني وبإجابات بتاعتها. موجود برضو في فصل من فصول مدارس الأحد، وحد من الولاد ولد كان حلو خالص يعني أنا بحبه جدا يعني. وقف كده وقال لي يا مستر عايز أسأل سؤال يعني. حبيبي اتفضل. قال لي أبونا آدم وأمنا حواء هم اللي عملوا الخطية، هم اللي أكلوا من الشجرة وهم اللي كسروا كلام ربنا، ما سموش كلام ربنا، وأجرة الخطية موت. هم ماتوا واتطردوا من الجنة. إحنا ذنبنا إيه؟ إحنا مالنا يعني؟ أنا ذنبي إيه إن أنا أبقى بعيد عن الجنة وأموت يعني؟ فطبعًا أنا قدّام الولد اتكلمت معاه باقول له: "يا حبيبي الموضوع بسيط خالص، بس يعني هاحاول أعمله لك كده في شكل قصة يعني." فكانت القصة بتتكلم عن عصفورتين حلوين، عصفور وعصفورة، وكانوا مقضيين حياتهم زي ما أنتم بتشوفوا العصافير موجودين في بين الأشجار، وبيتنقلوا من الشجرة دي للشجرة دي، وعايشين فرحانين جدًا، جدًا يعني. بس بيقعدوا يتعبوا عشان خاطر يدوّروا على الأكل بتاعهم بنفسهم يعني. لكن في مكان كده بيبقى موجود فيه أكل جاهز، سهل جدًا إن هم ياكلوا منه يعني. اقترحوا على بعض إن هم يروحوا ياكلوا من المكان اللي هو فيه الأكل فيه جاهز ده، وهُم بياكلوا في المكان ده فعلًا راحوا لقوا الأكل جاهز. هُم بياكلوا فجأة لقوا نفسهم محطوطين جوّه قفص، قفص قفل عليهم، فاتحبسوا. وخلاص ما بقوش عارفين يطيروا ويروحوا وييجوا زي ما كانوا بيعملوا الأول. وبعد شوية زي ما إحنا عارفين العصافير موجودين جوّه القفص، فالاتنين جابوا عصفورتين صغيّرين. يا ترى العصفورتين الصغيّرين دول هيبقوا جوّه القفص والّا برّه القفص؟ وده سؤال أنا سألته له، ها يا حبيبي رُد عليَّ ها، العصافير هتبقى جوّه القفص والّا برّه القفص الصغيّرين؟ فقال لي: "طبعًا يا مستر هيبقوا موجودين جوّه القفص." قُلت له: "بالضبط كده. أبونا آدم وأمنا حواء لمّا كلوا من الشجرة، هم خرجوا برّه الجنة وكانوا واخدين أجرة الخطية بتاعتهم إن هم عصوا كلام ربنا، كانت الأجرة بتاعتهم اللي هي الموت وكل الحاجات التانية اللي إحنا بنشوفها دلوقتي. يعني الخوف ده سبب من أسباب السقوط، الألم والتعب والمرض ده سبب من أسباب السقوط، القلق الواحد يبقى قلقان ومش متطمن ده سبب من أسباب السقوط. كل الحاجات ديّة لإن إحنا أخدنا وورثنا النتيجة والخطية بتاعة أبونا آدم وأمنا حواء. ده كان سبب من أسباب ورثنا الخطية، أو ده السبب اللي خلّينا نبقى إحنا وارثين الخطية، إن إحنا كنا موجودين في آدم، موجودين فيه، ما كناش بُعاد عنه. فالجنس البشري كُلّه ورث الخطية بتاعة أبونا آدم وأمنا حواء. وده هيخلّيني أقول لكم الآية اللي بتاعة الحلقة النهارده بتقول: "لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع." ودي موجودة في رسالة بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 15 آية 22. يا ريت نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نحفظ الآيات دي يا حبايبي، آيات جميلة جدًا، جدًا. ربنا يحافظ عليكم ويسندكم، ربنا يكون معاكم، أشوفكم الحلقة الجاية. سلام يا حبايبي.